عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا فيديو جديد وحلقه جديده معانا ومعاكم على قناتنا على اليوتيوب بتاع فوتوشوب. وزي ما اتعودنا يا ريت ننزل نعمل لايك وسبسكرايب في القناه عشان يوصلنا كل جديد. وانا عارف ان انا متاخر عليكم في الفيديوهات، بس ما اعذروني، الفتره اللي فاتت ما كنتش فاضي. واول ما فضيت يعني اكيد بدات ان انا ارجع ان انا اهتم بالقناه شويه. تمام. وفيديو النهارده مهم بالنسبه لناس كتير. عندنا بريستات هنشتغل عليها، هتفيدنا في شغلنا جدا 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 جدا. وهنطبق الموضوع عملي، مش هنجيب بقى صور من برا مصر او صور من على النت ان احنا نشتغل عليها. دي صورتي، انا لسه متصورها من شهرين يعتبر. طبعا انا عامل لها edit ومنزلها على الفيس ومنزلها على اليوتيوب، بس يعني تعالوا نعملوا التجربة بتاعت البريستات دي. يعني على أرض الواقع، على الصورة اللي احنا متصورة بالكاميرا بتاعتنا بالإعدادات بتاعتنا، ملناش دعوة بإعدادات الأجانب والجو ده. تمام. الصورة معانا اهي، مش معمول لها edit. دي ألوان الكاميرا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ نيجي نعمل لود كده للبريست. شوف أول بريست معانا، بصوا كده. دي لو صورة ويدنج كابل، عريس وعروسة، صورين مثلا في حديقة أنطونيادس أو المنتزه أو أي مكان فيه أشجار، لوكيشن في حاجة خضرا كده. بصوا البريست لايق جدا. ممكن احنا طبعا نعمل تغيير وحاجات بقى في الألوان براحتنا عادي، مفيش أي مشكلة. يعني كل حاجة طبعا دي متاحة معانا، دي الميزة اللي في البريستات. بصوا بقى دوت، بصوا الاختلاف، بصوا الجمال، الحلاوة. البريست الجديد اللي منتشر على السوشيال ميديا تقريبا اسمه مايلي أو مايلي. آه، مش عارف اسمه ايه بصراحة بالظبط، بس يعني بصوا كده الفرق. بصوا بيفور وافتر. بصوا، بصوا الشكل عامل ازاي، الألوان. تأكد زرار، معملناش أي حاجة، ما لعبناش في إعدادات، ما عملناش أي حاجة. كل اللي علينا إن احنا ضفنا البريست، حاجة شبه كده. شوف رقم 3 معانا، ده ألوان طبيعية، بيزود الألوان شوية، بينعم البشرة، حاجات بسيطة كده يعني. تمام. بس طبعا أنا عاجبني دوت. كل اللي علينا بس إن احنا هنيجي عند الجرين، خليه 0، وهنا خليها 0. بس كده. نعمل اوبن. سوري، البرنامج بيبقى هنا تحت فبيدوس على اوبن. تمام كده، هندوس اوبن، تفتح معانا الصورة، ونبدأ نشتغل على الصورة بتاعتنا بكل أريحية وشغل يعني. مش هياخد مننا وقت، الموضوع بقى سهل وبسيط، خصوصا بعد ال AI والتكنولوجيا الجديدة في الفوتوشوب. نكبر الصورة معانا كده بالشكل ده. بصوا الجمال والحلاوة دي. كل اللي عليك ان انت هتعمل دبل لاير. تمام. تيجي نكبر الصورة كده، حباية هنا هنشيلها بس. مش هنعمل اي حاجة، انا مبحبش انعم البشرة على صوري او اعمل فيها اي حاجة اكتر من المعتاد. تمام. كل اللي علينا ان احنا بقى ممكن نيجي هنا نشوف بقى الالوان بتاعت الصورة محتاجة تتعدل شوية. نعمل كده، نعمل كده، الوايت. تمام.
بالشكل ده. نغمق بقى، نفتح زي ما احنا عايزين. تمام. نيجي عند البلاك، ممكن نفتح سيكا. تمام. هنيجي عند الجرين، الشجر. بصوا بقى، بصوا بقى الجمال والحلاوة. عايزين ناخده التون دوت، عايزين نخلي التون قريب للطبيعة عادي. عايزين نسحب اللون بتاعها خالص، نعمل اللي احنا عايزينه، كل حاجة موجودة معانا ومتاحة. تمام. خد هنا بقى لون البشرة، نظبط السكين تون، نغمق بقى، نفتح، نظبط زي ما احنا عايزين. تمام. الموضوع كله في ايدينا، وسهل ولذيذ. ما تعبناش في الصورة، ما عملناش اي حاجة، يعني الموضوع بسيط جدا وجميل ولذيذ. كل اللي علينا ان احنا ممكن بس يعني نزود شارب الصورة شوية، حاجة بسيطة كده. نيجي نعمل زوم على الصورة بتاعتنا، بصوا كده على الصورة، جميلة بسم الله ما شاء الله. هنحط اللوجو بتاعنا تمام كده، مش محتاجين اي حاجة. محتاجين بقى نغمق خلفية، نظبط اي حاجة، دي حاجة بتاعتنا احنا شخصية، يعني كل واحد ايه وذوقه. تمام. طبعا انا مش هعمل اديت تاني، لان انا كده كده هعمل اديت على الصورة. وتمام. نيجي هنا على صورة شبه دي، بصوا كده. دي بقى حاجة من بتاعة الأجانب بقى، والكابل اللي أنا بتكلم عليه. تمام. نحاول نجرب عليها برضو. جربنا على التصوير بتاعنا، نجرب على التصوير بتاع برا مصر كده. بصوا، بصوا أخد التون، أخد الصورة في حتة تانية، يعني مش عارف أقول لكم إيه بصراحة. بصوا كده، بصوا before و after. بص، بص كده، بص الجمال، بص الجمال والحلاوة. بص، بص لو عايزة طبيعية دوت بيخليها طبيعية، بس بينعم الصورة، بيزود الكلاريتي شوية، ده بيخليها تميل لان هي ناعمة شوية. تمام. بصوا كده، لو جربنا على صورة تانية، بصوا عندنا صور تاني نجرب عليها عندنا، بس مش لازم نحرق الصور كلها يعني في الفيديو ده، عشان في صور تانية هنجرب فيها في فيديوهات تانية، الفيديوهات الجاية بقى ان شاء الله، عشان نبقى مستمرين معاكم. بصوا كده، تعالوا نجربه ده هنا. واو، سحب التون بتاع الرملة. بصوا كده، بصوا ده كده نجربه. جامد ده، ده جامد ده، بس مش هينفع على الصورة دي دوت، هيبقى الألوان بتاعت الطبيعة زيادة شوية، متنعمة. أول واحد كان حلو على الصورة، أول واحد كده إيه احترافي وجميل. ممكن بقى احنا نلعب بقى في الإعدادات ونظبط دنيتنا زي ما كنا، نفتح الصورة ونلعب في الألوان ونظبط كل حاجة. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، هسيب لكم اللينك بتاع البريستات، تحميل البريستات في الديسكريبشن تحت، هتبقوا تحملوه طبعا، هسيبه لكم فري ما تقلقوش. ولو محتاجين أي حاجة اكتبولي في الكومنتات، إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتير. سلام.